مرحبا ويعطيكم ألف عافية. وصفتنا اليوم هي طباخ روحو. ليش سموها طباخ روحو أنا ما بعرف، بس هي اسمها طباخ روحو عنا بالشام. بس في قصة بتقول إنه هي الأكلة كان في ملك وملكة جابوا بنت فسموها روحو. هاي البنت كانت تعذبهم كتير بالأكل وما ترضى تاكل أي أكلة، وعجزوا مع كل الطباخين اللي بالقصر وكل الأكلات ما كانت تعجبها. فبالآخر في شاب بسيط كان عنده مطعم صغير فقرر إنه يروح يقدم ويجرب حظه، فعمل لها هالأكلة للبنت وقدم لها إياها والبنت حبتها كتير، ومن هذا السبب صار اسمه طباخ روحو. الأكلة كتير طيبة، عبارة عن خضار كلياتها بتنحط نية، والأكلة جدا شهية بتتاكل مع رز أو البرغل. لحتى نعرف كيف وصفتنا اليوم خلونا نتابع الفيديو. هلا اول شي بدنا نقشر البصل، نقشر البندوره ونفرمها ناعمه، ونغسل الخضره اللي بدنا نستعملها كلياتها. البصل رح نقطع جوانح ما تكون يعني رقيقه، رح تكون القطعه بسماكه نص سنتي، لانه لما نحطها بالطبخ ما بدنا اياها تذوب بالمره، بدنا اياها تضل عاطيه منظر. رح نحط البصل بالطنجره ونحط فوقه اللحمه كل ما كانت فيها دهنه بتكون اطيب. رح نرش رشه فلفل على اللحمه والبصل، مشان بدنا نحط هاي اللحمة نية ما بدنا نقليها ولا شي، فتطلع طعمتها طيبة بالطبخ. الفلفل رح يروح أي طق نكهة ممكن تطلع اللحمة مو طيبة. بعد ما حركنا البصل واللحمة بالفلفل، هلأ رح نكون جايبين الكوسة وقايمين طبعا القمع اللي فوق واللي تحت، فينا نعمل لها هي الحزوز بالشوكة، وممكن لا هي كمنظر بس لا أكتر ولا أقل. رح نفرم الكوسة قطع حسب ما بنحب، في ناس بتحبها ناعمة، ناس كبيرة، ناس وسط، فهذا الشي بيرجع لإلكن. رح نطبق الكوسة فوق البصل واللحمة. بعدها رح نكون محضرين قرن فليفلة خضرة حد. قرن الفليفلة الخضرة الحادة يعني رح يعطيها نكهة كتير طيبة، وفيكن تستغنوا عنه أو تضيفوا في الفليفلة خضرة حلوة، هذا الشي بيرجع لإلكن. وهلا عنا باذنجان قشرناه حز وحز. لما بنقشره حز وحز بنضمن انه هذا الباذنجان بالطبخ ما يدوب ويهتري. حطينا الباذنجان فوقه، بعدها رح نرش ملح وفلفل للطبخه. الخضار طبعا كلياتها مثل ما شايفين عم نحطها نيه، ابدا ما بدها طبخ. هلا انا هي البندوره عندي مونتها، طبعا حاطط لكم الفيديو فيكم تشوفوه بالصفحه. رح نحط البندوره الخضراء وفوقها معلقه سمنه، رح نغطي الطنجره ونحطها على النار لحد ما تغلي. هلا بدكم تقولوا لي ما حطينا لها مي، طبعا هي ما بدها مي، لانه الكوسه بطبيعه الحال لما تنحط على النار وينحط لها ملح رح تنزل مي، البندوره فيها مي، البصل رح ينزل مي، فابدا ما بتحتاج مي. طبعا النار رح تكون تحت الطنجره وسط او اقل من وسط بشوي، لحتى نضمن انه هيك الخضره تستوي وتنزل المرقه بدون ما تنشف هي المرقه، بدون ما تكون استوت الخضره. بس استوت الخضره معنا رح نكون محضرين الثوم المدقوق مع نعناع يابس، رح نحطهم فوق الطبخه ونغلي الأكلة تقريبا غلوة واحدة لغلوتين، يعني ما بدنا إياها تطول، وبتكون الأكلة جاهزة. شايفين قديش الأكلة سهلة وكتير الأكلة طيبة، بنصحكم تجربوها مع رز أو برغل بتتاكل. وهيك خلصت وصفتنا، وشكرا كتير لمتابعتكم.